الدين والسماحة ليست بالتحلل من أحكام الدين، لأن بعضهم إذا قلت له صل قال الدين يسر، يا أخي ما هو بلازم الصلاة، الدين يسر، قال لي وما أصلي أنا مسلم ولا تلزمني بالصلاة، الدين يسر، يترك الطاعات ويفعل المحرمات ويقول الدين يسر. هو هكذا، الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله ميسرة، ما هو بالدين يسر بمعنى أن تترك الأحكام الشرعية، هذا من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام، اللي يسمون التسامح الآن. تسامح يعني لا تؤاخذ أحدا بفعل فعله، تسامح معه، الله ما سامحه ونحن نسامحه. ما يجوز التخلص من الدين باسم التسامح أو باسم السماح، هذا قول على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا امتثلت أوامر هذا الدين تجد أنها يسر، ما فيها مشقة ولله الحمد، ما فيها مشقة ولا فيها إرهاق للنفوس. الله لا يرضى لنا هذا، يرضى لنا التوسط في العبادة. وهؤلاء يقولون لا، الدين يسر بمعنى أنك بهواك بغيت تصلي أو ما تصلي أو تعمل كذا، الدين يسر. هذا ما هو بيسر، هذا حرج والعياذ بالله. التخلص من الدين هذا حرج وليس يسرا. اليسر مع التزام الدين وفعل الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هذا هو اليسر. عدم التشديد على النفس، عدم التكلف، هذا هو اليسر. العبادة متوسطة، لا تشدد على نفسك ولا تتساهل، هذا هو اليسر. أما التحلل من أحكام الدين يقول هذا يسر، ومن التزم بها يقول هذا متشدد، هذا كلام باطل. يجب أن نعرف هذا، لأن الآن تثار قضايا لإفساد هذا الدين باسم السماحة وباسم اليسر وباسم، يستعملون الأشياء في غير محلها وينسبون هذا إلى الدين وإلى الله ورسوله، وهذا كذب.